اهلا بيكم في صفحتي مملكة الحلويات. في فيديو النهارده جبت لكم اسهل وانجح طريقه للقمه القاضي بطريقه سهله وبسيطه. تابعوني لغايه اخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. يلا نبدا الفيديو. اول حاجه هنا معايا كوبايه من الميه الفاتره، عليها معلقه صغيره ديانه من الخميره، كمان عليها معلقه من السكر، حطيت معلقه من الكستر، معلقه من النشا. مفيش كاستر يا جماعة ممكن نحط معلقتين نشا، منكترش من النشا قوي عشان ما تطلعش ناشفة جدا، وكمان منكترش من نسبة الخميرة عشان الخميرة والبيكنج باودر مع بعض بيخلوها تطلع الاشكال اللي انتوا بتشوفوها ديت، بتحسوا فعلا ان هي فرشت منكم وفعلا طلعت مشققة. ده بسبب الخميرة وبسبب البيكنج باودر الزيادة. حطيت هنا كوبايتين من الدقيق، هي دي متواجد عندك، لو حابة تضعفي المقادير ضعفيها مفيش اي مشكلة. حطيت عليهم نص معلقة من البيكنج باودر وابتديت ان انا اعجن العجينة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. الطريقة يا جماعة سهلة وبسيطة، والمقادير عندنا موجودة في كل بيت، مش صعبة والطريقة سهلة. هنتابع الفيديو للآخر عشان في تريكات كده هنقولها واحنا شغالين علشان لقمة القاضي بتاعتك تطلع ناجحة جدا. نتابع الفيديو للآخر. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت ان انا اعجن فيها، زودت معلقتين كده من المية علشان اعجن العجينة بتاعتي، ووسط ما انا شغالة حطيت معلقة كبيرة من الزيت، وابتديت تاني اعجن العجينة بتاعتي. اعجنها بالطريقة كده زي ما انتوا شايفين، العجينة بتاعتي بتبقى بتمط معايا. تمام يا جماعة، لغاية كده الطريقة سهلة مفيهاش اي صعوبة. زي ما انتوا شايفين كده هستمر عجن فيها من حوالي من 4 ل5 دقايق لغاية ما اقولك احنا كده عرفناها ناجحة ازاي بالطريقة اللي انت شايفاها دي. لو انا خدت العجينة بين ايديا ولقيتها سايحة كده وبتنزل، يبقى العجينة بتاعتي لسه مش مظبوطة، يبقى لسه محتاجة كمان معلقتين من الدقيق. طبعا الدقيق هو اللي يمسكها شويه، لان هي تعتبر طبعا ما هي سنه، احنا مش عايزينها ما هي قوي. عشان العجينه بتاعتي تطلع مظبوط هحط لها معلقتين صغيرين من الدقيق، وهكمل عجن فيها، وبعد كده ابتدي ان انا اغطيها بكيس استريتش راب وبسيبها تخمر. بعد ما بتاخد حوالي 4 ل5 دقايق عجن. لقمة القاضي يا جماعة عشان تطلع معايا ناجحة تركات بسيطة في النص بنعملها عشان ما نشوفش في المقلاية الأشكال الغريبة فعلا اللي احنا بنشوفها. طبعا حاجات طبعا يعني مش محتاجة فعلا ان احنا نقولها، حاجات غريبة كده بنشوفها في المقلاية. أهم حاجة نمشي على الطريقة بالظبط والمقادير، ولو حابة تضاعف المقادير بنضاعف كل حاجة. زي ما انتوا شايفين بدل الكوبايتين دي بيبقوا 4. طبعا كل حاجة قلناها في المقادير بتضاعفيها. المية مجمل يعتبر اخدت حوالي 1.25 كوباية من المية، يبقى كوبايتين الدقيق اخدوا حوالي 1.25 كوباية من المية. بعد ما خلصت عجن فيها كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا قلتها بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده، كأننا يا جماعة زي ما بنلت اللي هو الناس اللي هم اللي بيلتوا الفطير بنعملها بالطريقة ديت، لان هي فعلا لقمة القاضي ما بتتعجنش الا بالطريقة دي. لميت بقى العجينة كده بتاعتي وابتدي ان انا اغطيها بكيس استريتش، وبعد كده بسيبها تخمر. هنا بقى بعد ما خمرت سبتها حوالي بتاع ساعة، ابتدت زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الخيوط اللي فيها دي خيوط التخمير بتاعتنا. ببتدي ألمها وبفضي الهواء كله منها. احنا ماشيين خطوة خطوة مع بعض عشان لقمة القاضي تطلع ناجحة معاكي، ما تطلعش مشققة او طلع في المقلاية اشكال مش حلوة. بنمشي بالظبط على الطريقة، ونمشي يا جماعة زي ما انا بعمل كده بالظبط. لميت العجينة بتاعتي كده، فضيت كل الهواء منها وهسيبها كده على جنب علشان اشوف السيرب اللي انا هستخدمه. طبعا لسه ما عملتوش. طبعا بالنسبة للناس طبعا اللي ما بتخليش سيرب، زي ما انا قايلة في فيديو قبل كده ان احنا بنعمل السيرب وبنسيبه علشان احنا بنستخدمه بارد وتقيل. انا هنا كنت عاملة السيرب قبلها بيوم وسيبته. انا نزلت لكم الطريقة بتاعته مع فيديو بلح الشام، وقلت ان هو ده دايما ان احنا بنعمله وبنسيبه علشان بنستخدمه مع كل وصفات رمضان. وكنت قايله الطريقه بتاعته، ونزلت لكم كمان مقادير عسل الجلوكوز، الا انها طبعا بتدخل في مقادير السيرب زي ما احنا متفقين.
هنا بقى حطيت في بولة صغيرة كده شوية من الزيت. هنا طبعا في مقلاية على البوتاجاز، ابتديت كده بالمعلقة بتاعة المعلقة المعيارية، وابتديت ان انا احط العجينة يا جماعة بين صوابعي وباللها بالزيت، وباخد العجينة وبحطها. كل ما الزيت يا جماعة بيبدأ يسخن، كل ما الكور بتاعتي بتاعت لقمة القاضي بتبتدي كده ايه تتفتح كده وبتتنفش زي ما انتوا شايفين. هنا ده طبعا التخمير زي ما انتوا شايفين مظبوط جدا. لو التخمير يا جماعة كان زيادة كنت فعلا لقيته اشكال في المقلاية خطيرة، يعني مش محتاجة ان احنا نقولها بجد. فطبعا هنا التخمير مظبوط جدا جدا، نسبة البيكنج باودر مظبوط على الشعراية. نمشي بالظبط على الطريقة والمقادير عشان نطلع احلى لقمة القاضي. طبعا في كمان حاجة هنقولها، ان احنا مجرد لقمة القاضي بتاعتي ما بتتشمع زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي اشيلها واحطها في صينية. منحطهمش يا جماعة على بعض، نحطهم مفرودين. بحطهم في صينية، وبعد ما بخلص كل المقدار برجع تاني احطها في الزيت السخن علشان هقليها من تاني. يبقى هنا اخدت نص قلية زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا ارجعها تاني عشان هقليها تاني من جديد. ابتديت بقى زي ما انتوا شايفين حطيت كله في الزيت السخن، وابتدي بقى ان انا ايه اقلب فيها لغايه ما تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. وبعد كده بحطها في السيراب او القطر بتاعها لمده دقيقتين 3 عشان تتشرب. وبعد كده ببتدي بقى اشوف احلى واطعم لقمه القاضي بجد. جربيها وهتدعيلي. المقادير على الشعرايه بجد، طريقه سهله وبسيطه، ومتهيالي ما فيهاش اي حاجه او اي حاجه صعبه بجد. الطريقة حلوة جدا وسهلة، وهتطلعي أحلى لقمة القاضي. كمان ولادنا ساعات من غير سيرب بيحبوا يحطوها في شوكولاتة، بتبقى حلوة جدا 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 زي ما انتوا بتشوفوا كده. خلصت المقدار كله حطيته في السيرب زي ما انتوا شايفين. القرمشة بقى والصوت يا جماعة زي ما احنا بنشوف كده أهم حاجة. طبعا ايه حبيتي بقى انت بقى تعمليها صغيرة شوية عن كده، تعمليها اكبر براحتك. المهم ان الشكل زي ما هو على الدايرة على الكورة، ما عملش اشكال بقى ايه زي ما احنا بنشوف طبعا وزي ما احنا متفقين. نفتح بقى كده واحدة ونشوف القرمشة بقى بتاعتها ونشوفها عاملة ازاي من جوه. معلقة الكاستر حلوة جدا، ونشوف اللون اللي اديته لقمة القاضي من جوه. شايفين يا جماعة اللون مستوية جدا، مش معجنة بقى ولا مثلا طايلها القطر بتاعها. حلوة جدا من جوه زي ما انتوا شايفين، مستوية مش معجنة بجد. لقمة القاضي طعمها كان في حتة تانية. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات، وشكرا.